الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم يتعلق في ضرب الزوجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تقول عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما. لقد أصبحنا نسمع قصصا مأساوية في تعذيب النساء وضربهن. أين من يهينهن؟ أين من يقصرون في حقوقهن؟ أين من يضربونهن؟ فهذه شج رأسها، وهذه بال عليها، وهذه كسر فكها، وهذه. وهناك الشتم والضرب. يشتم الرجل امرأته أمام أولاده، ويشتم أهلها. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ومن أرذل الرذائل التي يقوم بها بعض الرجال أن يمنع عن زوجته وأولاده حتى من أبسط الحقوق: إطعام الطعام والإنفاق على الأهل ليس مكرمة.
الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. حديث صحيح. إن الإسلام اعتنى بالمرأة ورفع شأنها وأعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة، وأن الله ذكر المرأة في القرآن أكثر من الرجل، ذكرها في 85 موضعا من القرآن، ولذا لها حقوق وعليها واجبات، ولا بد أن تأخذ الحقوق كاملة وتؤدي الواجبات كاملة، فهي مساوية للرجل في الحقوق والواجبات. فكل واحد من الرجال والنساء خلقه الله لوظيفة معينة يختص بها، وقد تكون إحدى النساء أتقى وأعلم بكثير من الرجال. الرسول صلوات الله وسلامه عليه قل: استوصوا بالنساء خيرا. تقول عائشة رضوان الله عليها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي، وأنا من خيركم لأهلي. فلا يجوز الإساءة للزوجة، فعلى الزوج أن يتقي الله في كل أموره، وأن يعاشر زوجته بالمعروف، بالكلام الطيب، الأسلوب الحسن والمحبة، وأن يكون كل ما عنده وفعله وكلامه طيبا حسنا. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: أوصانا بالنساء، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. من يقوم بظلم المرأة، فالظلم كما حذرنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إياكم والظلم، أي احذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.